صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. من أهم المدخلات في القطاع الزراعي اللي هي متحكمة في جودة النبات اللي بيطلع هي البذور. مصر بتستورد كتير من البذور. في شركات بتحاول ان هي تبتدي ان هي توطن الصناعة دي في مصر، ان هي ما بقتش زراعة، هي بقت فعليا صناعة. في شركات، ويمكن اتكلمنا قبل كده عن ندى، عن هاي تك، اتكلمنا عن شركات بتحاول تعمل ده. الشركة بتاعتنا بقى دخلت من سنة 79، عملت حاجة مختلفة في البذور. أنا مش بس هنتج بذور للسوق المصري، أنا كمان هبتدي أصدر السلالات والبذور دي والشتلات دي لبره مصر. وبدأنا ندخل في الاندستري ان احنا نصدر بذور. هي دي القيمة المضافة اللي عملتها شركة مشهور. شركة قرروا من سنة 79 ان هم يبتدوا يستنبطوا انواع وسلالات مناسبة للبيئة بتاعة الوطن العربي ودرجة الحرارات اللي عالية في الوطن العربي. يعني مش مجرد بس ان انا ازرع واطلع بذور، لا، ده انا عندي سلالات، وسلالات الثبات بتاعها قوي، واستنبطت انواع كمان مناسبة للبيئة بتاعتنا بتاعة الشرق الاوسط بشكل قوي والوطن العربي بشكل قوي. وكمان قدرت ان انا اصدر السعودية، الأردن، الإمارات، الكويت، البحرين، بدأوا ياخدوا البذور من عندنا ويبتدوا إن هم يزرعوها، لأنها ثبتت قوتها عن الشركات الأخرى. في إيه؟ في الذرة الصفراء، في البرسيم، في البصل، في السبانخ، في الكزبرة، في الجرجير. قدروا إن هم يعملوا قيمة مضافة بشكل قوي، وبقى ليهم اسمهم في الدول العربية وفي مصر في انواع البذور ده. يوم ما تفكر عايز تجيب الذره ولا البصل ولا السبانخ، هتقول انا هروح اجيب مشهور، والبذور بتاعت مشهور عشان ان هي بتستحمل الحراره، الانتاج بتاعها قوي، مناسبه عندنا للبيئه المصريه، وبتقاوم الاصابات والافات عندنا. عشان هم كانوا مهتمين قوي ان عندهم معمل مركزي متخصص شغال ليل ونهار على اننا نستنبط انواع جديده. تحيه لاهل المنوفيه، تحيه لشركه مشهور اللي موجوده في المنوفيه، اللي قررت انها تبتدي تعمل توطين لصناعه البذور في مصر، وكمان انها تقدر ان هي تصدرها كمان. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.